ما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. مساء الخير عليكم مشتركاتي العزاز، نقول لكم واش راكم، مش الاحوال، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله دائما يصيبكم في الخير. زيد مرحبا بالمشتركين اللي انضافوا ليا، نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا، نورتوني ونورتوا قناتي. اليوم جيتكم بمول ملاحه تاع السلق. تفضلوا معايا نشوفوا المقادير. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا عندي ربطه تاع سلق كنت غسلتها وقطعتها كيما راكم تشوفوا. عندي هنا كميه تاع جبن اللي حب يضيفوا. هنا عندي زوج حبات طماطم متوسطين، حبه بصل صغيره، زوج فصوص تاع الثوم، هنا توابل، راس الحانوت عكري والملح، وعندي بطاطا. هنايا دوك نروحو ندو السلق يطيب. نشعلو على الفرن تاعنا، نحطو المقله فوق النار، نجيبو الزيت. هنا نضيفو 3 مغارف تاع كبار تاع الزيت. هنايا هنا السلق ما نفورو ما نغليه، راح نطيبوه ديريكت خاطش هذا السلق اطري. هكذا نخلي الزيت يسخن مليح. هنا بعد ما بدا يسخن، هاكم تشوفوا بدا يسخن الزيت. هنا نجيبوا البصل. انا هنايا عندي نعاود نذكر عندي حبه صغيره تاع بصل. انا هنايا راح ندير كميه قليله، ما حاش نكتر على حساب العائله تاعنا. هنا بعد ما بدا يذب البصل تاعي نجيبوا التوابل. هنا راس الحانوت عكري والملح. هنا اللي يحب يضيف له فلفل الكحل، انا الفلفل الكحل كان شويه مازال ما رحيتوش عندي بصح ما رحيتوش. هنايا بعد ما تدب البصل والتوابل، هنا نجيبو زوج فصوص تاع الثوم. هكذا هنا ندبلوه مليح بلا ما يتحرق لنا هذاك البصل. راكم تشوفوا الحشوه البصل تاعي بدا يتدبل. هنايا نجيبو السلق كما راكم تشوفوا فيه مقطع ومغسول ومنقي، نحطوه هكذايا. انا نحطو خضر باش يبقى محافظ على القيمه الغذائيه تاعو. هكذا نحطو في المقلاة، ونبدا نحرك من الفوق للتحت باش يتشرب هذيك الدرسه ويبقى محافظ على القيمه الغذائيه تاعو. راكم تشوفوا هنايا كيفاش بدا ينقص يتشرب هذيك التتبيله وميم طون يهبط. شوفوا هنايا الكميه اللي كانت عندي، وشوفوا كيفاش تصبح، يعني تشرب كامل هذيك التتبيله وذبل معانا تقريبا بدا يطيب. وتدخلوا له هذوك التوابل. هنا ما نزيدلوش هكذايا او طاب لي هنايا مليح يعني. هنا واش ندير له تحريكه خفيفه كما راكم تشوفوا حتى ينشف من هذاك الماء تاع السلق. هنا نجيبو زوج حبات طماطم مقطعين رقاق. هكذايا نعرفوا بلي الطماطم راهي طريه تم تتشرب. هنا بعد ما طاب لي السلق نزيد له الطماطم، نزيد نعاود نذكر زوج حبات متوسطين تاع طماطم. هكذا نبدا نحرك من الفوق للتحت باش تتشرب هذيك الطماطم تاع السلق، يعني بهذه الطريقه يجي ابلين ويبقى محافظ على القيمه الغذائيه تاعو. هنا شوفوا كيفاش طلقت هذيك الطماطم السائل تاعها. هنا نخلي الحشوه تاعي حتى تتشرب هذيك السوائل، يعني تولي ناشفه باش الحشوه تاعي ما تتشمخش، العجينه تاعي ما تتشمخش. هنا خلاص هنا طابت والماء تاعها قاع تشرب هذاك السلق قاع تشرب. هنا نخليه هكذايا ونخليه يبرد. هنا حضرنا الحشوه. نرجعوا للعجين. واش عندي هنا؟ عندي كاس تاع الحليب دافي، زدت له نص كاس تاع الماء، ونزيد له نص مغرف كبيره خميره. هنا الخميره ما نكتروش، عندي مغرف ونص سكر. ونبدا نبدا نخلط المكونات اللي راكم تشوفوا فيها، خلطوا باش يندمجوا كامل معاهم. هنا نزيدوا 4 كاس تاع الزيت،
يعني هذه المملحة تجي مرقة وخفيفة ما شاء الله. هنايا راكم تشوفوا باللي اندمجت هذيك الخمارة، نص مغرف تاع خمارة. هنا نجيبوا الكاس الاول تاع فرينة هكذايا ونخلطوا. يعني هنايا نبدا ندير في الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية في نفس الوقت نقدروا نستعملوها، يعني ما تلصقش في اليدين. هنا نجيبوا مغرف صغيرة تاع ملح، يعني الملح دائما في المعجنات اللي فيها الخميرة خليه للآخر. هنا شوفوا تحلت لي كامل هذيك الفرينة، نزيدو نبداو نضيفو في الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة، يعني ما تبقاش تلصق في اليدين، يعني نقدروا نشكلوها هكذا. يا هنايا نحي الفوي نبدا نخدم بيديا هكذا، ندخلو هذيك الفرينة مليح ونبدا ندير في الفرينة بشويه حتى نتحصلوا على عجينة في طريه في نفس الوقت لينه ونقدروا نستعملوها، ما تبقاش تلصق في اليدين. راكم تشوفوا هنايا مازالها مخصوصه فرينه، نبقى ندير في الفرينه حتى نتحصلوا على عجين لين وفي نفس الوقت طري. شوفوا هنايا تحصلنا على عجينه طريه ما تلصقش في اليدين. هنا ندلكوها شويه، ندوها فوق طاولة فوق الطاولة ونبقاو نخدموا فيها. هنا دلكناها راكم تشوفوها. هنا نجيبو ريسيبيون نحطوها تختمر، نغطيها نخليها تختمر. هنا نغطوها مليح ونخلوها تختمر. هنا نعاودو نرجعوا ليها بعد ما اختمرت. راكم تشوفوا كيفاش ضاعف الحجم تاعها. هنا نهبطوا لها الخمور، نهبطوا لها كامل هذاك الخمور. راكم تشوفوا كيفاش ولات لينه وطريه وفي نفس الوقت الطريه في نفس الوقت ما تلصقش في اليدين. هنا نبدا نديرو كويرات، نديرو رشه تاع الفرينه قبل ونبقاو هنايا نحكموا هذيك العجين ونديروها خبزات صغيورين هكا ولا قرصات صغيورين هكذا، نشكلوهم كويرات. شوف كيفاش راهي نحطوها. هاي هنايا طريه اللي علاه راني ندير في الفرينه، وحنا هكذايا نحوسوها يعني باش تجي المملحه خفيفه. نبدا ندير كويرات بنفس الحجم. انا خرجوا لي 8 كويرات. هنايا الكويره الاخيره ندير لها شويه فرينه ونحطها. هنا كملنا كامل الكويرات، خرجوا لي 8. نبداو نفتحوا فيهم. هنا نديروا رشه فرينه ونبدا نمدد فيهم ولا نفتح فيهم هكذا على سمك رقيق هكذا. يعني نبدا نفتح فيهم بنفس السمك، يعني 0.5 بسمك رقيق هكذا. انا نفتحوا فيها كامل كيف هذه القرصه الاولى راكم تشوفوا فيها. هنا نجيبوا سنيوه ونحطوا باش نديروا مكان وين رايحين نخدموا. هنا ندير لها رشه فرينه باش ما تلصقش ونحطها في السنيوه. نزيد ناخذ كويره واحده اخرى، نزيد نفتحها بنفس المقاس بنفس السمك هكذا. نبدا نفتح فيها بسمك واحد بمقاس واحد، يعني نتوما عينكم ميزانكم. كي تقصوا هذوك الدوائر كامل كيف يسهلوا عليكم وتجيكم واحده فوق بعض. هنا نجيب الزبده دائبه ونبدا ندهن هذيك الكويره. هنا كل كويره ندهن ما بيناتهم الزبده باش تجيني هذه المملحه مورقه هكذا. ندهنوها مليح بالزبده بلا ما نخلوها تخرج من الاطراف. ونجيب اختها اللي كنت فتحتها ما قبل هكذا، نحطها عليها سوا ونغلق، نخرجوا لها هذاك الهواء ولا هذوك الفقاعات اللي تاع الهواء هكذا ونقلبها ونزيد نكسلها بنفس المقاس هكذا. ندير لها رشه فرينه باش ما تلصقش ونغلق عليها بالجوانب باش ما تخرجش ليش هذيك الزبده. هنا نحطها في السنيوه ونبقى نفتح في هذوك الكويرات. كل كويره ندهن ما بيناتهم الزبده الدائبه ونحطها على خطها هكذايا. ونزيد نقرب لكم شوفوا كيفاش راني هكذايا بسمك رقيق. ندير هذيك اللي فتحناهم ودرنا لهم ما بيناتهم الزبده، نزيد ندهن اخت كل وحده
ما بيناتها ندهن الزبدة الدائبة ولا الماغارين ولا اللي عندكم ولا سمن. هنا بعد ما دهنتها بالزبدة الدائبة نحط عليها خضها. شوفوا وساووا ما بيناتكم، نتوما راهي قدامكم، بقاو تساووا فيها هكذايا. وراكم تشوفوا راني نضغط من الاطراف باش هذيك الزبده تبقى لداخل، هي اللي حطتني هذوك التوراق. ونكمل بنفس الكيفيه. نعرفوا باللي فيها نص مغرف خميره راح تختمر هكذايا. ونكملوا كل وحده نفتحوها نديروا ما بيناتها الزبده ونحطها على خدها هكذا. راكم تشوفوا كيفاش راني ندير فيهم. هنا راكم تشوفوا كامل بمقاس واحد، وكل وحده ندير لها نخرج لها هذاك الهواء وندير لها رشه فارينه باش ما تلصقش هكا، ونضغط عليها. هنا نبدا نضغط عليها برفق، يعني نضغطوا عليها. نعرفوا باللي هذيك الزبده تكون تشربت في هذوك الاوراق هكذا. نفتح فيها غير برفق. هنا نقلبها، نحي هذا السنيوه ونعاود وين نشوف هذيك اللي خرجوا لها ولا جات صغيره على وحنا نكسلو فيها هكذا، نكسلوها ونعطوها مقاس يعني رايح المربع هكذا. ندير لها رشه تاع فارينه باش ما تعذبنيش، ونعطيها شكل مستطيل ولا مربع، ونبدا نفتح فيها برفق. شوفوا كيفاش راهي خامره، وراني نفتح فيها بسمك رقيق. لازم تحصلوا على سمك رقيق، نعطوها شكل مربع ولا مستطيل. هنا فتحتها بسمك 0.5. نجيبوا هذاك السلق اللي خدمته معاكم. شوفوا كيفاش راهو. هنا نبدا ندير بالكميه هكذا، يعني نخلو مقاس تاع 5 سنتيم حتى ل7 سنتيم، ونديروا الحشوه هكذا. هنا درنا الحشوه ونلفوه، نبداو نلفوا عليها بشويه هكذا، ونديروا لفه ونص حتى 2 لفات. وراهي فيها الخميره راح تزيد تختمر هكذايا. راكم تشوفوا كيفاش راني نساوي فيها بيدي. هنا نجيب القطاعه ونقطعه، وهذاك وين قطعته ديروه للتحت، ونحوا هذوك الزوائد اللي من الاطراف. راكم تشوفوا كيفاش راني نحيتهم اللي ما وصلتهمش الحشوه. هنا نجيبوا السنيوه فيها ورق الطهي، نرفدوا البوده نتاعنا هذا المملحه نتاعنا، ونحطوها في السنيوه فيها ورق الطهي. دوك نجيب لكم السنيوه، شوفوا كيفاش حطيتها. هنا نزيد نجيب الحشوه، نزيد نحط لها بطاطا تاع الطون، خاطش كاين هنايا اللي ما يحبش الطون. علاش راني درت وحده فيها الطون وحده ما فيهاش هكذا. نحط لها الطون، بطاطا الطون يعطيها مذاق الشباب وبنه. ونعرفوا باللي السلق فيه قيمه غذائيه عاليه هكذا. نديرو حربوش تاع الحشو ونخلو مسافه، يعني بونا حين نشدو نلفوها. هنا نبدا نلف فيها. راكم تشوفوا شوفوا وضغطوا مليح. راكم تشوفوا كيفاش راني نضغط، وما تخلوش الحشوه تاعكم مايحه، لازم تكون شاده روح باش ما تبداش تخرج لكم من الاطراف ولا. هنا انا درنا بوده هكذايا وسووها بيديكم. وهنايا واش نديرو نقطعوه. راني ندير في حرابش، هذا كاين اللي يسميه بوراك تركي، كل واحد كيفاش يسميه. انا نقول عليه بريوش تركي هكذايا ولا مملحه هكذايا. نساووها مليح في السنيوه، نخلو مسافه، نعرفوا باللي فيها خميره، نساووها مليح. نزيد نكمل الكميه هذه، يعني خرجوا لي 3 بوده هكذا. نديروا الحشوه. هنا بعد ما درنا الحشوه وكملناها نبدا نلف فيها هكذا، نلفها برفق هكذا ونلف. ها يعني راكم تشوفوا هنا كملناهم. نحطوها في الصينيه. هنا كاين اللي ما يقطعهم، وكاين اللي يخليهم وديروا وين قطعتوها من الاسفل باش ما تتفتح لكمش
هنا نجيبو صفار البيض، نجيبو له كميه تاع القهوه باش ندهنوها، نضربو هذاك الصفار ونبداو ندهنوه في المملح نتاعنا، ندهنوها كامل. نعرفوا باللي القهوه تعطيها بنه مليحه. هنا نزيدو نرشوها برشه تاع السمسم ولا الجلجلان، نرشوهم كامل بالجلجلان، ونزيدو لهم رشه تاع سانوج، ونكملو بالسانوج. يعني يجي جانب جمالي. يعني كاين مملحات بزاف. دوك نبدا نحط لكم ان شاء الله الى حيانا ربي. اللي يحب يخليهم هكا يخليهم، واللي يحب يقطعهم. انا درت نص مقطعين. انا نقطع ديما المملحات تاعي بالخيط هكذا، يجيني سهلين. هنا قطعت زوج اشكال، وحده خليتها سامبل. هنا ندخلهم للفرن، هاكم تشوفوا فيهم كيفاش اختمروا وتورقوا. هنا بعد ما طابوا نقطع لكم تشوفوهم، شوفوا كيفاش خرجوا مورقين وما شاء الله خفاف ما شاء الله وبنان. شوفوا التوراق وراكم تشوفوا فيهم في طاولة التقديم. هنا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة، إلى الملتقى، وما تنساوش الدعم والاشتراك والبارطاج. إلى الملتقى إن شاء الله.